خد تعالى ما تخافش ما تخافش. ورقة وقلم وسجل معايا كل اللي هقوله لك النهارده. النهارده جايب لك شوية مصطلحات باللغة الإنجليزية، هتبان إن أنت جامد جدا جدا قدام أي حد في المحادثة باللغة الإنجليزية. سجلهم بسرعة واتدرب عليهم، هتحتاجهم كل يوم. تابع معايا. ازاي تقول باللغة الإنجليزية التكرار يعلم الشطار؟ هتقولها طبعا practice makes perfect. practice makes perfect. practice makes perfect. التكرار يعلم الشطار. ازاي تقول لحد انت نصاب؟ هتقول له you are a swindler. you are a swindler. you are a swindler. يعني معناها انت شخص نصاب، اوعى تصاحب النصابين. ازاي تقول باللغة الإنجليزية الأمر خارج عن السيطرة أو الأمر ليس بيدي؟ هتقول طبعا it's out of my hands. it's out of my hands. it's out of my hands. يعني خرج الأمر عن السيطرة. ازاي تقول لقد أفزعتني أو لقد أرعبتني؟ هتقول له you spoke to me. you spoke to me. you spoke to me. أنت أرعبتني أو أنت أفزعتني. you spoke to me. طيب ازاي تقول فات الأوان؟ يعني خلاص الأمر انتهى. هتقول that ship has sailed. that ship has sailed. that ship has sailed. يعني فات الأوان. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا تستهين بي، ما تقللش مني؟ هتقول طبعا don't belittle me. don't belittle me. don't belittle me. يعني لا تستهين بي أو لا تقلل مني. ازاي تقول باللغة الإنجليزية ما زاد عن حده إلا وانقلب ضده؟ هتقول طبعا too much of a good thing. too much of a good thing. too much. ازاي تقول من الصعب إقناعه أو إن الشخص ده صعب إن أنت تقنعه بأي شيء؟ هنقول he is a tough nut to crack. he is a tough nut to crack. يعني صعب إقناعه أو صعب إرضائه. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا تلم نفسك كثيرا؟ ما تلومش نفسك، خلاص اللي حصل حصل. هتقول don't beat yourself up. don't beat yourself up. don't beat yourself up. لا تلوم نفسك. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا يهمني الأمر أو لا يعنيني أو أنا مش مهتم بالأمر ده؟ هتقول I don't give a damn. I don't give a damn. I don't give a damn. يعني لا يهمني الأمر. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لقد أخطأت التعبير؟ لما تتكلم مع حد وحبيت تقول له كلمة بس الكلمة طلعت بطريقة خطأ أو الكلمة اللي أنت مش قصدها، قول له I misspoke. I misspoke. I misspoke. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا تسيء الظن بي؟ هتقول don't think ill of me. don't think ill of me. يعني لا تسيء الظن بي، ما تفكرش فيا تفكير سيء. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا تحبس مشاعرك؟ يعني عبر عن اللي جواك. هتقول طبعا don't hold back. don't hold back. don't hold back. لا تحبس مشاعرك، عبر عما جواك. ازاي تقول كان خطأ غير مقصود؟ يعني عملت حاجة والحاجة ديت كان خطأ بس انت مش قصده. هتقول طبعا it was an honest mistake. it was an honest mistake. انه كان خطأ غير مقصود. ازاي تقول لحد انت ازعجتني او اخفتني او ارعبتني؟ هتقول له you creeped me out. you creeped me out. you creeped me out. لقد افزعتني. ازاي تقول باللغة الانجليزية لشخص انت نصاب؟ هتقول له you are a swindler. you are a swindler. you are a swindler. يعني معناها انت شخص نصاب. ازاي تقدر تقول باللغة الإنجليزية فكر جيدا قبل أن تتصرف؟ هقول look before you leap. look before you leap. look before you leap. فكر قبل أن تتصرف. ازاي تقول باللغة الإنجليزية دعني وشأني؟ يعني اتركني وهذا أمر لا يعنيك. هتقول له get off my back. get off my back. get off my back. يعني دعني وشأني أو اتركني وشأني. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لقد أفشيت السر؟ بتقول لصاحبك انت قلت لحد السر أو أفشيت السر بتاعنا. هتقول له you let the cat out of the bag. you let the cat out of the bag. لقد أفشيت السر. لو حبيت تقول أنا أشعر بالسعادة هتقولها ازاي بالإنجليش؟ هتقول بدل ما تقول I am happy لا خليها بقى I am flattered. I am flattered. I am flattered. أنا أشعر بالسعادة.
طيب ازاي تقول حصل خير؟ يعني لو حد عمل حاجة والحاجة ديت ما كانتش ليها تأثير سيء، فانت عاوز تقول له خلاص مش مهم او حصل خير، هتقول له no harm done. no harm done. no harm done. حصل خير. ازاي تقول باللغة الإنجليزية ما الذي يزعجك أو ما الذي يضايقك؟ هتقول what's eating you. 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 ايه اللي بيزعجك؟ ازاي تقول باللغة الإنجليزية المحتاج لا يحق له الاختيار؟ هنقول طبعا beggars can be chooser. beggars can't be chooser. beggars can't be chooser. ازاي نقول باللغة الإنجليزية لا تضيع وقتك بالكلام أو ما تضيعش وقتك في الكلام وفي الرغي وخلاص؟ هنقول save your breath. save your breath. save your breath. ما تضيعش وقتك بالكلام. ازاي تقول باللغة الإنجليزية يتصرف بحذر شديد أو يتصرف بحذر شديد جدا؟ هنقول walking on eggshells. walking on eggshells. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لقد تعثرت في صخرة؟ هقول I tripped on a rock. I tripped on a rock. I tripped on a rock. يعني معناها تعثرت في صخرة. طيب ازاي تقول يتناول وجبة خفيفة أو يأكل وجبة خفيفة؟ هتقول طبعا grab a bite. grab a bite. grab a bite. grab a bite. يتناول وجبة خفيفة. ازاي نقول لا حياة لما تنادي أو لا يهمه الأمر؟ هنقول it's like talking to a wall. it's like talking to a wall. it's like talking to a wall. لا حياة لمن تنادي. ازاي تقول لشخص لقد كنت قاسيا عليك؟ لما بتعامل طفل صغير بقسوة أو شخص بقسوة هتقول له I was harsh on you. I was harsh on you. I was harsh on you. ازاي تقول لشخص امشي وراء إحساسك أو اتبع إحساسك؟ هقول له طبعا go with your gut. go with your gut. go with your gut. تبع إحساسك. ازاي تترجم الجملة دي أو المعنى ده؟ لو عرفت تترجمه اكتب في التعليقات وهستنى منك تترجمه، بس طبعا ابعد عن الترجمة الحرفية. She ghosted me. She ghosted me. ويا ريت كمان لو تعرف تجاوب أو تقدر تترجم الجملة دي. بيقول don't cry over spilled milk. don't cry over spilled milk. don't cry over spilled milk. don't cry over spilled milk.